حرب اللي تخلدات في تاريخ المملكة الإسبانية بحبر من الدم. خسر فيها المستعمر عشرات الآلاف من الجنود وعدد لا يحصى من العتاد والسلاح، وتلقبات في كتب التاريخ الإسبانية بالكارثة. حرب تواجه فيها 30 ألف جندي نظامي مجهز بالسلاح والدبابات، مع 3000 مقاتل ريفي مجهزين بأسلحة بدائية. معركة سهلة وفي المتناول على الورق، لكن في الواقع النتائج ديالها كانت عكس المتوقع، واللي غيرت مجرى التاريخ في المغرب. اليوم غتعيشوا معنا تفاصيل الحرب، تفاصيل القتال، تفاصيل معركة أنوال. معركة أنوال وقعت سنة 1921، وباش نقدروا نفهموا كيفاش وقعت هذه المعركة خصنا نرجعوا شوية اللور في التاريخ، وبالضبط سنة 1906 المؤتمر الجزيرة الخضراء اللي اجتمعت فيها الدول الغربية باش تحدد مصير المغرب كمستعمرة أوروبية. بعد مفاوضات ومساومات طويلة بالدول الأوروبية قرر أن وسط المغرب يكون تحت الحماية الفرنسية، أما الجنوب والشمال فيكون تحت السيطرة الإسبانية. اللي كيهمنا اليوم هي المنطقة الشمالية، وبالضبط منطقة الريف. كانت إسبانيا محتلة مدينة سبتة ومليلية وبعض الموانئ والسواحل باش يسيطروا على الملاحة والتجارة في البحر. الإسبان كانوا باغيين يتوسعوا أكثر وكانوا كيخططوا لاحتلال مدينة تطوان، لكنهم لقاو مقاومة شرسة من أحمد بن محمد الريسوني اللي بدا المقاومة ضد المستعمر الإسباني في الريف الغربي وبالضبط منطقة جبالة. أما في الريف الشرقي فكان المجاهد الشريف محمد أمزيان كيقاوم الإسبان بمنطقة الناظور. بقى الشد والجذب بين الجيش الإسباني والمجاهدين لعدة سنوات حتى توصلوا لواحد الصلح واتفقوا فيه على أن تكون الجبال والمناطق الداخلية للريسوني، أما السواحل فتبقى تحت السيطرة الإسبانية. لكن الإسبان سرعان ما نقضوا هذا الصلح مع الريسوني وطاردوه في الجبال حتى احتلوا مدينة الشاون سنة 1920، واللي كانت أهم مدينة في المنطقة هذاك الوقت. في هذا الوقت كان واحد الشاب ريفي في مدينه مليليه المحتله، واللي كان كيخدم قاضي تحت السلطه الاسبانيه بالمدينه. كان ساخط على طريقه تعامل الاستعمار مع الريفيين والتوغلات اللي كيقوم بها الجيش الاسباني نهار على اخوه في الاراضي الريفيه، واعلن على هذا الموقف. رفض يقدم الولاء للجنرال الاسباني غواردانا اللي كان مسؤول على مدينه مليليه، الشيء اللي خلى الجنرال يعزله من المهام ديالو ويرميه في السجن لمده سنه. بعد ما سال الحبس ديالو غادر مدينه مليليه ورجع لمسقط الراس ديالو باجدير، واللي كان الاب ديالو هو قائد قبيله بني ورياغل، واحده من اكبر القبائل في الريف. وبعد مده قصيره مات الاب ديالو، وكان شكوك انه تم اغتياله من طرف الاسبان وتنتقل ليه زعامه القبيله بالوراثه. هذا الشاب كان هو محمد بن عبد الكريم الخطابي. في سنة 1920 تعين الجنرال مانويل سيلفستري كقائد على الجيش الإسباني بمنطقة مليلية، وبدأ في احتلال مناطق أخرى في الريف. كان الهدف ديالو هو توسيع الرقعة الاستعمارية الإسبانية وربح أراضي أكثر والسيطرة على خليج الحسيمة. نجح في هذه العملية حتى وصل لمنطقة أنوال، واللي كتواجد على مشارف قبيلة بني ورياغل، معقل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، واللي كانت كتفاوض معه السلطات الإسبانية باش يتنازل على منطقة خليج الحسيمة مقابل الفلوس. لكنه رفض نهائيا أي تفاوض وفرض غرامات على أي واحد ريفي قبل انه يتفاوض على هذه القضيه. وحذر الجنرال سيلفستري باش يوقف الزحف ديالو في الريف وما يتجاوز سواد مقران، والا غيدفع الثمن غالي. الجنرال سيلفستري سخر من تهديدات مولاي محمد، خصوصا انه ما لقاش مقاومه كبيره ملي حتل المناطق اللي حتلها في الريف. استصغر من قوه وكفاءه الجيش ديال الخطابي وبدا في الزحف ديالو في اتجاه جبل ابران. وهنا قال التصريح الشهير ديالو: ساشرب الشاي في بيت ابن الخطابي. الجيش الاسباني اللي كان تحت اماره الجنرال سيلفستري كيتقدر بحوالي 30 ألف جندي نظامي مجهز بالسلاح والمدافع والمدرعات والطائرات. اما جيش الخطابي فما كانش كيتجاوز 3000 مقاتل غير نظامي ومعاهم تسليح ضعيف. قائد الجيش الاسباني كان كيزحف في محيط منطقه انوال بكل سهوله وبدون اي مقاومه. هادشي اللي خلاه يستصغر من مقاومه الريفيين وبدا كيبان ليه نصر تاريخي سهل غيتخلد في
التاريخ ديال اسبانيا. لكن اللي ما كانش عارف هو ان محمد بن عبد الكريم كان ناصب ليه واحد الفخ، وهو انه يستدرجه هو والجيش ديالو للتضاريس والجبال الوعره، وبان هذه الانتصارات المؤقته هي مجرد طعم غتخليه يوقع في فخ المجاهدين الريفيين. محمد بن عبد الكريم الخطابي اللي ورث القياده من الاب ديالو رفع شعار الجهاد باش يوحد قبائل الامازيغيه في الريف كامل ويدافعوا على راسهم ضد تعديات الاسبان والاطماع الاستعماريه ديالهم. في بدايه شهر يونيو سنه 1921 الجنرال سيلفستر غيتجاوز واد ام قران، وهذا تحدي للتهديد اللي قالوا محمد بن عبد الكريم الخطابي، واحتل جبل ابران وقام تما مركز الجيش الاسباني، وبنى مراكز اخرى وثكنات في المحيط ديال منطقه انوال باش يسهل الامدادات ما بين القوات والعساكر. لكن اللي ما كانش ضرب ليه الحساب هو اول هجوم غتقوم به قوات الخطابي، واللي استهدف مركز ابران اللي تم القضاء عليه ولا كاع الجنود اللي كانوا فيه، الا القليل من الجنود اللي قدروا انهم يهربوا تجاه انوال. المجاهدين الريفيين تولاو على العتاد والسلاح الاسباني اللي كان في منطقه ابران. هذا الانتصار في معركه ابران كان عنده صدى كبير ودخل الشك في نفوس الاسبان، لكن الخطابي ما خلى اي فرصه للاسبان باش انهم يفكروا، واتجه بالقوات ديالو تجاه منطقه انوال اللي كيتمركز فيها الجنرال الاسباني مع القوات الاسبانيه الرئيسيه ديالو. كانت خطه الخطابي هي محاصره منطقه انوال، وفي نفس الوقت الهجوم على الثكنات المحيطه بالمنطقه باش يقطع جميع الامدادات على القوات الرئيسيه اللي كاينه في انوال. وبالفعل هذه الخطه عطات الاكل ديالها، الشيء اللي خلى الجنرال سيلفستري كيطلب الدعم الجوي لفك الحصار. لكن الطائرات الاسبانيه ما كانت كتحقق حتى شي نتيجه بسبب قيام المجاهدين بحفر الخنادق والتحصن فيها. ومع مرور الايام اشتد الجوع والعطش على قوات سيلفستري لدرجه انهم اضطروا يشربوا البول ديالهم. وسط هذه الظروف الخانقه قرر الجنرال سيلفستري انه ينسحب بالقوات ديالو اتجاه بن طيب والعروي، لكن هذا الانسحاب كان عشوائي وغير منظم، الشيء اللي خلى الجنود الاسبان كيوليو فرائس سهله للمجاهدين اللي قضاو عليهم واحد بواحد، ودمر الجيش الاسباني اللي كاين في انوال، وعلى راسهم الجنرال سيلفستري اللي لقاوه ميت وسط القتله. كاين روايه كتقول بانه انتحر بسبب انه ما قدرش يتقبل الهزيمه، وكاين روايه اخرى كتقول بانه تقتل على يد الريفيين في المعركه. بعد هذا الانهيار اللي وقع للجيش الاسباني بانوال والمناطق المحيطه بها، المقاتلين الريفيين طاردوا الهاربين والمنسحبين للثكنات العسكريه الاسبانيه. وهنا ابتكر مولاي محمد استراتيجيه حرب العصابات لاول مره، واللي كتعتمد على الهجوم المباغت والسريع. فكانوا المجاهدين الريفيين كيهاجموا على الاسبان في اوقات مختلفه ومفاجئه ومن مناطق متنوعه كتربك العدو، كيقتلوا البعض منهم وكياخذوا منهم المؤونه من طعام وشراب وذخيره، وكينسحبوا بسرعه للجبال. وبهذه الطريقه تم تحرير كل من بن طيب والعروي والناظور حتى وصل الجيش الريفي لحدود مدينه مليليا. تم قرر محمد بن عبد الكريم الخطابي عدم الهجوم على المدينه واتخاذ وضعيه الدفاع. حسب مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي كان ممكن له انه يسترجع مدينه مليليا بدون عناء وبدون خسائر جهاديه، لكنه قرر يمشي بحكمه لان الجيش ديالو في طور البناء، وكان عارف بان الجيش الاسباني غيوجهوا جميع الامكانيات ديالهم نحو المغرب باش يمحيو اثار هذه الهزيمه. وامر الجنود ديالو انهم ما يقتلوش الاسبان الاسرى وما يدخلوش لمدينه مليليا باش يجتنب اي تعقيدات دوليه. وقال في الاخير بانه نادم على هذا القرار، وبان اكبر خطا دار في حياته هو انه ما حررش مدينه مليليا. نتائج هذه المعركه كانت كلها في صالح الخطابي، اولا من ناحيه الغنائم اللي ربحها واللي قدرها مولاي محمد في 200 مدفع و20,000 بندقيه وملايين الخراطيش والقرطاس وعدد من الشاحنات والسيارات والتجهيزات وحتى الادويه وادوات التخييم. تحصل على كل ما هو ممكن باش يجهز جيش قادر انه يخوض حرب طويله الامد. ثانيا من الناحيه السياسيه، فهذا النصر تسمع الصدى ديالو في العالم العربي اللي كان كله تحت الاحتلال، وتسمع حتى في العالم كامل. وصبح الخطابي مثال لكل الحركات التحريريه من الاستعمار، بحال عمر المختار في ليبيا وتشيكيفارا في امريكا اللاتينيه وماو تسي تونغ في اسيا. معركة أنوال كتبقى واحدة من الملاحم اللي قادها الشعب المغربي ضد أي محتل، الشيء اللي خلى المغرب واحد من البلدان المستعصية على المستعمرين عبر التاريخ. إلا عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش تشتركوا عندي في القناة وتسجلوا الإعجاب ديالكم بالفيديو، وما تنساوش تخليو لي رأيكم في التعليقات.